مش هختلف معاك ان الاهلي ما يستحقش يخسر، وفي نفس الوقت يستحق لسبب وسبب. النادي الاهلي النهارده تقريبا ما راحش جنوب افريقيا ليه؟ هنقول الاجهاد. اللعيبه مش مكن على فكره، اللعيبه دول مش مكنه. فعلا الاهلي بيتعمل فيه اللي ما بيتعملش في اي نادي تاني. النادي الاهلي كده يا جماعه بيتحط عليه من كل ناحيه عشان الاتحاد المصري يعجبه. عشان الاتحاد المصري يعجبه كده اللي الاهلي بيحصل له ده. الاهلي بيطلع بره، بيسافر جنوب افريقيا 9 ساعات سفر، ويلعب مباراه فرق 3 ايام بس بين مباراه زي مباراه بيراميدز اللي عامل فيها مباراه عالميه وحقق فيها فوز 3-0. يعني بصراحه انا مش عارف ايه اللي بيحصل في الاهلي ده. اللعيبه راحه تقريبا مش شايفه. كل اللعيبه النهارده بنشوف عمرو السوليه بيضيع وبيلوش عمرو السوليه اللي كان نجم الماتش اللي فات. النهارده بنشوف حمدي فتحي بيلوش برضه برجليه ومفيش باص طالع صح. لعيبه الاهلي النهارده مفيش باص طالع صح. انا مش عارف الوم مين. مش عارف الوم مين على الخساره للاهلي بكل مره بتبقى متعمده ونخش في حسبه بيرما بسبب الاجهاد، بسبب اللعيبه اللي بتبقى عامله زي المبرد في كل المطوشه. ليه؟ ليه بتعمل كده في النادي الاهلي؟ ده بيمثل مصر، ولا هيبقى زي المذيع اللي على القناه اللي قال لك لا ده ما بيمثلش مصر ده بيمثل نفسه؟ يعني انا مش فاهم بصراحه ايه اللي بيحصل ده. النهارده حتى يعني هقول مين، حتى محمد شريف تعبان مش قادر يجري. محمد هاني متصاب، اللاعب اللي نزل، حتى كريم فؤاد لما نزل متصاب. انت بتلعب كمان باللعيب الاحتياطي اتصاب. كل حاجه ماشيه ضد الاهلي النهارده. اه اللعيبه ليها كل العذر. كنا ممكن نخرج تعادل 0-0 على الاقل. جون زي ده ما يخشش فينا. جون زي ده من كورنر انا ما اعرفش، ما فيش ما هو بس هقول ايه؟ هقول ايه؟ اللعيبه مش مركزه او تعبانه او مجهده. مش عارف تلومهم ولا تبقى معاهم. يعني انا شايف بصراحه هم اتظلموا. اه فرص الاهلي بتقل في الصعود، وفرص الاهلي ضعيفه، وان كان لسه في مباراتين مش عارفين لسه هنخش في حسابات بقى ملهاش لازمه. المريخ والهلال، وبعد كده هم لو لعبوا مع بعض ما انت كل الثلاث فرق 4 نقط. محتاج بقى تعادلات، هم يتعادلوا وانت تكسب ماتشين. قصه كده يعني. مش ليه نخش في الحسابات دي؟ انا شايف ان احنا، وبرضه موسيماني بيقرر بصراحه انا ما اعرفش ليه بتلعب بثلاثه ديفندر. كل مره تلعب بثلاثه ديفندر بنخسر فيها يا اما بنتعادل بصعوبه. بصعوبه يا اخي. ليه يا موسيماني؟ انا مش فاهم انت ايه اصرارك على ان انت تطلع بره تلعب خايف، وتطلع بره بتلعب يا اخي امن ماشي ما قلناش حاجه. بس ما تلعبش بثلاثه ديفندر يا عم. العب 4-2-3-1. يعني ما تلعب لعبك الطبيعي. انا مش فاهم. وتغييراتك ليه اتاخرت النهارده؟ تغييراتك ليه اتاخرت؟ انا قلت اقسم بالله وانا قاعد بتفرج على الماتش قلت محمد شريف لازم يرجع طرف في ظل الاصابات بقى والغيابات دي، وحسام حسن ينزل بدل. بس كانت من الدقيقه 60 الكلام ده يحصل. الدقيقه 60 مش من الدقيقه 76 ولا 77. يعني ركز شويه في التوقيت، لان مفيش وقت. حسام حسن نزل عمل لك كورتين ثلاثه خطره، وكان يعني خلاص قرب، بس ما لحقش. واللعيبه مش قادره تشيل الكوره، مش قادر، مفيش لعيب عارف يرفع. حتى علي معلول النهارده مش شايف قدامه يا جماعه مترين، مش شايف مترين قدامه. عموما مش هيبقى حرق الدم من كله. لو انت لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه ودعمني وانتشر اللايك الجامد للفيديو. اشوفكم على خير. تحياتي ليكم. سلام.